مثلتها عشان تداري عليه. وحتى محمد نفسه اعترف بالجريمة، ومش بس كده، لا ده مثلها. ولكن لما جاي يوم المحاكمة حصلت المفاجأة، القاضي حكم ببراءة محمد. طب ليه؟ محامي معروف وقتها دافع عنه وقدر يثبت إن كل الأدلة متناقضة، وإن حالة محمد النفسية سليمة رغم إن التحقيقات قالت عكس كده. والأهم إن تقرير الطب الشرعي قال إن العملية دي مستحيل ينفذها شخص واحد، وإنها محتاجة على الأقل 5 أشخاص محترفين، وده لأن الجريمة كلها تمت في أقل من 2.5 ساعة. وبكده محمد خرج من السجن وسافر بره البلد، واتقفلت القضية رسميا ضد مجهول. بس في قرية بني مزار لسه الناس بتحكي عن اللي حصل، ولسه الكل بيسأل هل كانت جريمة سحر، ولا جريمة تجارة أعضاء، ولا في سر أعمق محدش عارفه لحد النهاردة. بس